انت عارف في حاجة كده انا اتعلمتها في اخر 10 سنين في عمري. البني ادم اللي مش عارف يبقى زيك، واللي لقى البني ادمين يحبوك يعني، وبيثقوا فيك وبيتكلموا عنك بشكل كويس، مش هيحاول يصاحبك ومش هيحاول يسمع ويكذب. لا 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 لا، ده هيسمع وهيجتهد انه يشوه سمعتك ويشوه صورتك ويطلعك بشع وما تتعاشرش قدام الناس اللي بيحبوك. ليه بقى؟ عشان سواءك النفسي بيفكروا باضطراب وامراضه النفسيه. احترامك وحب الناس ليك بيفكروا قد ايه هو بني ادم ملوش لازمه وملوش قيمه وبني ادم مكروه، لان هو بيعمل حاجه تخلي الناس تكرهه. انك انت تكون بني ادم عندك كاريزما وعندك قبول، ودي حاجه ربنا بيديها لك، بتفكروا قد ايه هو بني ادم عنده نقص ما بيسعاش لتصليحه. الاسهل ان هو يبوظ الصوره ولا انه يصلح نفسه. فلما تلاقي البني ادمين بيعدوا عنك، اعرف ان في حد بينخور وراك.